هفدم وهمو دمي وخوش بن بينرو تم شفانين دربي سي اف ام املوا فقريان بخالك كانوج برنامج عقود ديما وكي هرجار هم سردانا قونده كيت كان إيروجي أكيبا برنامج قونده ما لقونده هسكي كان بهفره درباسينا وفي قونديشي بفن خلكي في قونديشي ناس بكن بأوايا كينيس تاونجي ناس بكن بمهرب مرحبا عمو. أهلا وسهلا سلامات. الله يسلمك فيك. تسلم يا ضيعتنا الحلوة. تسلم يا رب. خلي لي قلبك. هي حلوة بوجودكم طبعا. تسلم لي فينا بوجودك. نعرف اسمك نتعرف عليك. أنا الياس توما من قرية الهسك، ملاك هون ومزارعين وبنفس الوقت موظف. يا أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. أخ الياس يعني بدنا نعرف من إمتى أنتم موجودين بهالضيعة، مين جاء لهالضيعة بالأول، جدك كان أو أبوك؟ بدنا نعرف شوي معلومات وتفاصيل عن طبيعة هالقرية وسكان هالقرية. طبعا القرية هاي جدودنا اجوا لهون، هذا الحكي تقريبا بالخمسينات، اجوا لهون واشتروا الأرض، تملكوا الأرض وعمروا هالضيعة. ما كان في ضيعة هون، كانت بور. عمروا الضيعة وسكنوا هون وبلشوا بالفلاحة يشتغلوا والزراعة، هذا كان إنتاجهم شغلهم يعني. فقطنوا هاي الضيعة إلى حد الآن وهي نحن ملاكين فيها. طبعا توالت أجيال، جدودنا راحوا، اجوا أباتنا كمان اشتغلوا، فتحوا مشاريع، فتحوا شغل، وبدأت الأمور متوالية وعم نشتغل وإن شاء الله مستقرين بهالضيعة، ولو أنه ضيعة يعني مقبولة إلى حد ما فيها ذاك البناء، ما فيها ذاك النموذج الحضاري، بس لكن حلوة. الضيعة بطبيعتها الحلوة يعني أحسن من المدينة. أنا بقرارتي نفسي الضيعة حافظت على ثقافتها طبعا يعني. طبعا العادات والتقاليد، نحن مجتمع أخوي، مجتمع محب، ما في مشاكل. هالأمور هاي كلها بالقرية متنافية، لأنه تعتبر القرية عائلة وحدة، وهالعائلة هاي يعني منبثقة من التعاون اللي بيناتهم، يعني بيساعدوا بعضهم بالمحاصيل الزراعية، بالشغل الزراعة، بالحصاد، بالفلاحة، بتلاقيهم متكاتفين، يعني بيفزعوا لبعضهم. اسمها فزعة، يعني نقول بالضيعة اسمها فزعة، انت تفزع لي انا افزع لك وقت اللي يكون عندك شغل. فهاي هي طبيعة الضيعة يعني. ويوميا تلاقينا قاعدين جنب الحيطان او مثلا جنب محل معين، نجتمع اهل الضيعة كله، وكل واحد يقسموا حكاية وقصص، احيانا قصص قديمة، قصص جديدة، احداث صارت، احداث راحت. هالامور هاي كلياتها بيتداولوها اهل الضيعة مع بعضهم. كنت بدي أسألك هذا السؤال. أنت حكيت قلت مثلا اعتمادنا بشكل أساسي هو على الزراعة. نعم. شغل تاني جنب الزراعة أنت عم تشتغل شيء هلا؟ هلا أنا موظف كمان إلى جانب شغلي بالزراعة. هون عندي مشروع، عندي شغل وعندي أراضي. أنا موظف بالمجلس كمان، أداوم بالمجلس الصباحي، بعد الظهر أنا أجي لهون على الضيعة أتابع المشروع، إيش في ناقص، إيش في شغلات. الفلاليح عم يشتغلوا، يتابعوا أعمالهم، بيعرفوا شغلهم بالسقي، إذا في رش سماد، إذا في تعشيف، هالأمور هاي كلها بيتابعوها. أنا بتابعهم يوميا، يعني يوميا أطلع دوامي الصبح، أرجع بعد الظهر على الضيعة هون وأقضي وقتي كله بالضيعة. بشكل عام يعني كل أهل الضيعة بيواجهوا صعوبات، بالأخص بالفترة اللي راحت يعني من 2012 لليوم. رغم هالصعوبات يعني بنشوفكم يعني لساتكم موجودين بضيعكم. سبب تمسككم بالضيعة شو هو بالضبط يعني؟ شوف، الإنسان له مسقط رأس. طبعا كل إنسان وكل شخص يحن إلى مسقط رأسه. أنا ولدت في هالضيعة، فمسقط رأسي في الضيعة، فأنا يعني أحب دائما إلي يروح بهالضيعة هاي. فلما أجي أستمتع فيها من خلال العمل، من خلال الزراعة، من خلال القعدات الحلوة مع الناس اللي بالضيعة. فهالأمور هاي بتعطيك ألفة اجتماعية قوية جدا، بتخلي الناس مرتبطين بضياعهم، رغم أنه عدم توفر أحيانا سبل العيش الرغد، أو مثلا الأساليب الراحة اللي موجودة في المدينة. فلكن أنت مستمتع حياتيا واجتماعيا بطبيعة الضيعة. راحة نفسية يعني استمتاع نفسي. أنا كل الهواء الحلو اللي تستنشقه هون ما تلاقيه في البلد. الطبيعة الحلوة ترد الروح، الهواء النقي بيرد الروح. هالأمور هاي متوفرة في الضيعة،
فالضيعة هي يعني ملاذ لكل مواطن. هلا الإنسان لما يكون بالبلد بده يطلع مشوار، لوين بده يطلع؟ بيطلع على البرية، بيطلع على التشول، بيطلع على الضيعة إذا عنده ضيعة، فبتلاقي فيها متنفس حلو طبيعي الإنسان هذا. فمسقط رأسه الإنسان دائما بيحن عليه. سؤال ثاني، يعني أنت حكيت عن الزراعة، أنت كمزارع بتشوف الموسم الزراعي هالسنة شلون؟ نعم. مبشر بالخير ولا لا؟ والله على هالأمطار اللي أجت الله يبعث الخير، يعني صار في روحنة عند الناس إنه إن شاء الله نتأمل يكون في موسم السنة. إذا تابعت الأمطار بهالكثافة من هون لآخر الشهر ونيسان كمان أكيد إن شاء الله يكون في مطر، فإن شاء الله بيصير حصاد وبيصير خير، والخير بيعم لكل الناس، لأهل اللي عم يشتغلوا واللي غير ما بيشتغلوا كمان. فبتلاقي اقتصاد البلد بيتحرك من وراء الإنتاج الزراعي، لما بيصير زراعة، لما بيصير إنتاج، لما بيصير حركة في البلد، فهذا كله بيشجع الناس على الاستمرارية. فنبشر خير إن شاء الله على هالمطر اللي أجا، والله يبعث الخير إن شاء الله. قبل المطر وقد كنا نمرق ونشوف مزارعين بالطريق، الوجوه كلها كانت عابسة، بس بعد المطر حقيقة هاي حقيقة هاي. اختلف يعني الحقيقة كنا نجي للضيعة، أنا أجي على الضيعة كان أختي يوم غبرة وإجت كذا، يعني ما إلك نفس تطلع على الزرع، مزبوط، تلاقيه هو مكبوت وأنت بتنكبت قباله. مزبوط. فالوضع ما كان مريح يعني بالنسبة للزراعة قبل جية هالمطر هاي. فهالمطر هاي بشرة خير، مثل ما يقولوا فتحة خير، وإن شاء الله يا رب بإذن الله يكون خير السنة ومواسم تكون كويسة، والله يبعث الخير لكل الناس إن شاء الله. يعني بس بدي أضيف شغلة، إنه تفضل. المزارعين دائما هن مرتبطين بأرضهم، لأنه شغلتهم الأساسية. نعم. يعني روحيا هن مرتبطين. نعم. كنت بدي أسأل على شغلة مهمة، مثلا بهاي الضيعة بنشوف المسيحي جنب الكردي. نعم. كيف قدرتوا تعملوا هيك التآلف بين هالقرية، وصار لها قد كم سنة مستمرة هالشغلة؟ شوف لك لك القرية هاي صار عمرها بحدود يعني 60-70 سنة معمرة. كان في العربي والكردي والمسيحي، الضيعة ملاكينها مسيحية، فكان ما في فرق بين المسيحي والكردي والعربي، كلياتنا أخوة، كلياتنا متعاونين، كلياتنا بنشجع بعضنا، كلياتنا بناكل بلقمة وحدة، بمنسف واحد، لقمة الخبز وحدة. فهالألفة هاي موجودة بالضيعة، يعني لا يمكن انك تزيلها او تشيلها، ما بتنشال، لا يمكن. هيدي طبيعة خلقت بالضيعة، هالألفة الاجتماعية. انا ما فيني اسأل فلان شو دينه شو معبوده، لا 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 لا، هالامور هاي نحن متنافية بالضيعة، ما غير موجودة. قريبي، صديقي، جاري، ابن عمي، فنحن اخوة بالضيعة، بيت واحد. فبتلاقينا سهراتنا مع بعضها، اكلنا مع بعضه. هلا انا اروح لعند قريبي غدا محطوطه فورا، ما بدي عزيمه، فورا نزلنا على الاكل. هو يجي لعندي قهوته موجوده، شايه موجود، اذا في اكل فورا بينزل على الاكل. فاللقمه وحده والمعيشه وحده، والالفه الاجتماعيه الموجوده ما بتلاقيها بغير محل الا بالضيعه، لانه الضيعه مجتمع صغير، مجتمع متآلف مع بعضه. فهالمجتمع المتآلف لا يمكن تفصله أنت، يعني إذا اثنين قاعدين بالضيعة يتقاتلوا مع بعضهم مستحيل. فبتلاقيهم بيعاونوا بعضهم، بيساعدوا بعضهم على السراء والضراء، فمجتمع متكامل بكل المقاييس. الله يسعدك، خلي لي قلبك حبيبي، انبسطنا بشوفتك ومعرفتك حبيبي. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بضيعتنا الهسك، ولو يعني على قد المقام هي، لكن الطبيعة الحلوة اللي فيها وزيارتكم جملت الضيعة بوجودكم معنا. حبايبي خليكم يا رب، يطول لي عمركم ويقويكم، وإن شاء الله دايما تكونوا بنشاط دائم لهالإعلام ونشر هالمعلومات الحلوة عن ريفنا وضياعنا وقرانا. كلك ذوق، شكرا. خلي لي قلبك حبيبي. مرحبا يا دي. أهلا وسهلا. عم تكرنا في تناسبكم بخير؟ نافيم ربيعاي. سرت عظيم.
يا دي ربيعة مدبين قلت إيرو الجندي هسكي تبخش في جندي يعني تلفي جندي زوجي نا أجخاتونا عمل في جندي زوجي نا أوقاس في دوري هفن نزيك هفن نزيك عليه بله تو هفجيني خو مرفي هفدهاتن يانا بري وي لا يا أبي ما فنام قش مربي هدون لا يا أبي تبو بله يا دي متخازن تجمر هنكي قالبك دوي حياتها تدرباس كل جند بتهيبت چند سالی تبوی تلوی گندی تشکار دکرد هنری وی گندی ولا لا أظن قيس 6 سال بيز هاتم في جندي 6 سال 9 ساعات تقريبا يعني إيه ما تشكر أبا حريبو ما آبتاني ما بامبو تشكر ما ركاز كر ما تفريد كر ما ناند برجع عبدان تياري إما بيتش ما حريد كر ما كربيز كر كده بتجمل بحسابي بيرا ما الباش جنبو مجويدة بنقلا آبتاني فيدري خص شدا أو أفا ما تنقاب ساطلا ما تاني وما دعوة سبيه خو ما دكشانج بيري دا تخص وبتشيش بيري در تخص كراب نا أي وقتي حيوان بس بربو حيوان تخصتيني بيدكشان بس جبو ماري ما داتاني سبيه خو ما دكشان تبع حسكر تقو ما كالبيش دبري تبخوا كالبيش دبري بواره تساعد وان أري يا ولا حتى أنا هادنا الحرق ده من قربانه أري وي لا زحمة بو مثلا ظالم براندنا كالبيشة زحمته أري وي فأنا شوقات كتنوي ما ننقش تعباوي تشاغي أو تعب ما حواج ذكر ما بامبود شني ما هندقبو إذا أنا كتن رحت يجي دبي أمرن بس بري ما قصفك أمي خو قصفك أنا بلوكا كم نكار راجيني أريوي كالبيشي بري إجران أريوي بري يا دي وكي ديتر تقولك خدي تكر تبص خدي تكر ولا بس شغلي ده باز ده حبا ما خدي تكر بس زي بر ما خدي نكر حالي حاضر تني تشتكي لا ولا أنا هات تني ده ما خدي تكر وجبو مالي خدي تكر جبو مالي جبو خارنامة بو جبو بنير بو جبو الروم بو يا دي أيام بري خير هبو تنبو خوشبونا يا جمت هبو يانا ولا زماني بري جانا خوشتبو بلي ولا خوشبونا هاي تشد بين شو ما زماني بري هما خوشتبوش أنا رال دنيا نما دبوي ويتشاغا ما تبو قش موفر بو بلي أنا نا ده أنا راحتي تشيبوي أريو أزعم راحتي تشيبوي نا والله ويتشاغا خوشتبوش أنا بلي والله يتشاغا مشغول هاد زبيا صار تنورة مشغول تيرو جابر دقوتن أنا أو تشتاقص شوي وي تيروكي وتشبو تيروكي ما إيه بيركا ما يتشبو يا بي قال زماني خوب كرا قال كاري خوب كرا يا أبو ما يتشب كرا ساعتها تخش به تخش به سباس شبوته صعب مرحبا أبو أهلا وسهلا سر شعبان أمتكر نافي تناسبكم خير نافي من سعود شيخ موسى سعيد سر شعبي من أبي سعود چند سالی تبویت الگوندی هسکه تلفیده هاتی الدنيا کی دست بکی هات وی گوندی هم تخوازن هن کی چیرو کا وی گوندیش يا أخي چیرو التشي قزان بري تو شاب قرار فرشي بو بري يتي شلو چارا شلو سياده اوا جاتي جي بي ويتي باوي مان كالكي من هاتن ودرا ام مالدي مش 68 يعني عمري مفاي بو 5 و5 سال وی گوندی چی بی از لفر چي بو وجا جي بي الصفي اول ازن الفربوم الصفي اول شم ازن شو شامي حلب سويد ام خندي وزاتمه وجاردن الفر لسكي مجاردن زبقري ام الفر جاردن خندي تلفيده بردوام كمل ام كمل الفر صفي اول وجا بي بس شو السماده حا صفي ششا وشو بلا صفي عفتم خندي وزركتم بلي توكي كسايتك جي خد في جندي قرتي معيشتها وسرتشي تم كانت والله معيشتها ما بري بزبو وقفتي زادي عدي وقف مشخور ام تشين اف ان وهاف زادي وي عدي ون جديد هندري تشن جنم جه نيسك اف تشتي وري جا انا كما شغلي دهدل مكرنا افي تيلي انا غطاسي مالي عبد بلي وكيدن وبير نكول عندي نافع بلي حنا ايج كول عندنا بحري ما عردي ما عندك ما نكولاي عردي ما عدي عندك بلي. عردي ما عدي عندك ما نكولاي 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 عردي ما عدي عندك ما
متخص جو هنيك برسيدن جيبكم بتايبة سيرفي جوندي افاوي الفي جوندي جي تشواي افا فخوارني هي الفي جوندي تني بري خوش بوش افام شيرين بري دهاتن فرد برن انو كا افام شيرين بس نابي شاي جو بيفهم فتخوين خبيت شلون بل يعني اف هي اللي جوندي اف هي وين هندري في جوندي دي جي از بالا خديمه قلت ناو قاسي مزنه بحجم يا اخوان ناس كي وامسي مال كرمانج امس معيلين انا شافتنيش حشت مالي مسيحيين مسيحيين يعطي شلون انقاش درفه قدر كتنج درفه مالك مسيحي والويالي ماي هو بلي هو اللي قلت وكي دي ترجم مثلا ام دما بحسا في جونديت كن ام تخاز الناس بك جي مساحتها كنت بدول ما تشند دول معرض تندري كنت هي بقشتي تقريبا يعني قدر قيوي 2000 بينزل 6000 دولار مهباف تخازن تجمر جغرافيا كنت بيجي مثلا آلية باكورد كيجان كنت كيفج آلية قبلة كيجان كنت كيفج آلية قبلة جرد بي كفرة جي آلية غربي ده حرم شدات وجي آلية مي فيدرا شرقي ده تيم دبين آلية تي خشمة وشي مجي سمادا شرط بيش سمادا جوزات خاتونة أفكر قالك سباس جبوته ام كيف خوش ممديتنا يعني امجي بديتنا وام كيف خوش دبنو سبان جور صاحب اهلا وسهلا شو هي دي؟ صاو قالك سباس ام تكارنا في تناسبك كسومه سرچاوي يدي بخوام تخازن الناس بكن مش زود الفي كوندينه يا نا ممكن كي هاتن في كوندي ودي حف صالي ما هاد حفت صال هات ما بيرا عرض كريم ما خاني تيدقرت ومالات يعني من بلي عرضي وقرتي يجي ومن تشان دنيا تيدكن زراعتي خودي مرزاز عابدن بيري سطحين بلي كم دولة ميادة تقريبا هركج ما 20 دولار هركي 20 دولار يصال وجتيد تشان خودي جنمو جنم ده هافيني دون بخشة تشيد بخشة تشيد كن بخشة وجتي ده بوخ خيار بعجان مثلا وقت صالي تشوني خيار بعجان تاني خيار خضري مالين جباش وانا يعني ابتشتي خضري مالين وجبو مالي ديتين هافيني يا وجبو فروتي لا جبو مال خداتي جبو خارنا خداتي جبو مالي يعني وكي دي تريا دي مثلا غير يتشاندني انا تو وكي جنكي قلت هندري في قندي دمينجي ونش كاريت كان خدي كرنا باز هي تنيل خدي كرنا باز ام كلكي خدوشن ام كاري خوي ماري دكن بخشة باز بيسحب هنا بل او جبو مالي مثلا بشير بنير اشيري خو بنير خو مجيلتين ماستي مي كاري وتكر بري وش كارد كير انا وش كاريت اي مي بري من نقري كارا بري شكو ديت شكيان قندي بلاصي از مالا بامش دربيسيين يعني او كاري بري منك انا يعني اما بري ام تديك تشبون مثلا ما كاري فلاحتي ما بابم تشي ذكر ما تشوف فلاحتي تشي ذكر باركاج ذكر تفريد ذكر حواج ذكر او بري ونورن قندي حسكي ونكيجان قندي بو ام شايف راح ليمو شايف راح ليمو مالا غزوري من الورنا هفجيني تبخوا كيجان عشيري نجاري وازكي خلجي سرشافا صح ام كيف خوش بون الناس كرنا تبدا نستنى طريق سباس بوت اهلا وسهلا سرشافا صح تنيش تصابه مرحبا ابو اهلا سرجعوا اهلا وسهلا صاحب بتكرنا في تناسبكم بخير نعم محمد امين ابي محمد مبين تلقوندي هسكي يجي تقول في قندي يجي تشيبويا تخازن هنيك تشيروك وديروك في قنديش تناسب ولا تشيروك قنديش ابا زود ما حرتس عليه مع الفران وابقى برزود زود وشاب غير عليه شيء قديما يعني عن هاي انا ذاك الشيء صار بس شو قنديش تشيروك اشتغل بيه ابو دفان صاليت الفي قندي قدان تشكارد كرد هندري قند زراعات ايما بخدي مشوار فلاحتي تذكر ومشوار تذكر عم شغل ما مش تذكر
خودی کرنا پس وانات تجي والله أنا أقول لك ما خذ كيف شاب أنا دحب أورده وكي ترت أقوم أم تصانيج يعني كسين قد هندري قد داد مينجي بتهيبة معيشة عوان سر زراعتي يعني وعرضي وهبو تنبو وجتيد شاند هذا عادي بعد تدفع ما كل أنا قنم جه وأبو ما يبكرش ما عرضي وعدية ونسقية ونعرضي دنيا أنا عادي ما عادي إيصال وعرضي خوشتيد شاندي أبو قنم جهش ما قنم شاندي مداي بشراكة كم دولمة تقريبا؟ لا إيه تقريبا من بريم دول حتى دولمي كي جمال باطاوة أول شي هاد في قندي بافي تبو كالكي تبو بافي بحضرة تتهني الفيدي يعني تو براني خوانا الفيدي عابي منو بريم منو وانا شابي ماله وإيد نجي مش حد مالي مسيحي قال بنا بنعمل شنو بلد مرة تاني دراي أو كيوا يا اختيار قالك سباس بو تابو ام كيف خوش بون بالناس كرناته سلام ترجعوا شافي تاني شي شافي تسوق قالك سباس بو طبعا شوفاني مال فيديو جي ام دقين ضويا خلك اخوها برنامج يا قندي ما دخلك امي في حفتي دجيش خو ميفاني قندي هسكي بون انك زانياري درباري في قنديش خو اف قند چارگو شياوي در دوراد 1500 دول معرض تيديه هنك زانياري جي درباري و امكارم بور باروكن قند بخوا خريستيان عشيرة يا سمعيلة تدنه وچند مالي نجاري ام كيف خوش يبون بدانو سندنا بخلكي في قنديره بأوه يكينيس هفي دانو قوجي كيلي خوش لقل برنامج مجبونا في حفتية در باسكر لهفي اما بن بخلك كانو بحفتية كانو تاوي كيلي بخاطري